السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع علي. وكيف ما شفنا اليوم الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي للسيدات أمام منتخب كولومبيا والتأهل لدور 16 في أول مشاركة تاريخية للمنتخب المغربي في كأس العالم. فأول حاجة هي ألف مبروك لهذا المنتخب هادو، لهاد البنات هادو اللي واخا خسروا في الماتش الأول ب 6-0 قدام ألمانيا، ورغم الاستهزاء والتنمر وكل شيء اللي تعرضوا ليه مع ذلك بقاو مأمنين بالحظوظ ديالهم انهم يتأهلوا، انهم يوصلوا للدور الثاني لاخر نهار، وفعلا هذا الشيء اللي تحقق وتأهلوا للدور الثاني على حساب ألمانيا اللي اول مره في التاريخ ديالها كتقصى في دور المجموعات. فألف مبروك مره اخرى للمنتخب المغربي والتأهل التاريخي للدور 16 في اول مشاركه ليه في كأس العالم. صراحه انجاز ما كانش متوقع، ولكن الحمد لله شرفونا، وهذا انجاز كبير لكره القدم المغربيه والافريقيه في هذا كأس العالم، حيث من اصل 4 المنتخبات مشاركه من افريقيا 3 المنتخبات ضمنوا انهم يتأهلوا للدور الثاني، واللي هما جنوب افريقيا، نيجيريا والمغرب، وزامبيا فقط هي المنتخب الوحيد اللي ما عرفش يتأهل للدور الثاني. فراه هذا اول مره كتوقع صراحه في كأس العالم، انجاز كبير لافريقيا، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله لهاد المنتخبات هادو في الدور 16 ان شاء الله الرحمن الرحيم. فكيف ما قلنا في الفيديو اللي فات باللي السيناريو الوحيد باش تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني هو انهم يديروا مباراة العمر قدام كولومبيا ويربحوا، ويتسناو كوريا الجنوبية تخطف التعادل ولا تنتصر ضد المانيا. وفعلا هذا هو السيناريو اللي وقع. المنتخب المغربي سجل في الدقيقة الأخيرة في الشوط الاول من بعد ركله جزاء اللي ضيعتها غزلان الشباك، فانسه الحماري سجلت هذيك الكره اللي رجعت هي ماركاتها، وبقى المنتخب المغربي محافظ على هذا الهدف في الشوط الثاني كله. وصراحه الدفاع كانوا في المستوى، لان الشوط الثاني كان عليهم واحد الضغط كبير، خصوصا خديجه الرميشي اللي خرجت بزاف تاع الكواري خطيره من طرف المنتخب الكولومبي، زيد عليهم نهيله بن زينه ونسرين الشاد وزينب الرضواني، فتا هما لعبوا بزاف في الدفاع. المنتخب كله كان متراجع في الشوط الثاني، كانوا شي محاولات خطيره، ولكن كان واحد الضغط كبير من طرف كولومبيا علينا، ولكن الحمد لله خرجنا ب3 نقاط، وهذا الشيء اللي كان مطلوب في هذه المباراه هذه. في المقابل كانت مباراه المانيا وكوريا الجنوبيه، فكوريا سجلت في الدقيقه 6 في المباراه وبقاو لاعبين حتى ان المانيا ماركت هدف التعادل. المانيا في الشوط الثاني كانت ضاغطه بواحد الشكل كبير على كوريا الجنوبيه، وصراحه اللاعبات تاع كوريا تبارك الله عليهم لعبوا مباراه بحال هما اللي غادي يتأهلوا للدور الثاني، لعبوا مباراه ديال العمر، ولدرجه ان الشوط الثاني زادوا فيه 14 دقيقه كامله، وشفت المنتخب تاع كوريا الجنوبيه كانوا لاعبين بواحد الطريقه قتاليه صراحه، لانهم هما اللي غادي يتأهلوا. فتحيه خاصه للمنتخب كوريا الجنوبيه على هاد الشجاعه ديالتهم انهم ما تلقوش الماتش قدام المانيا ولعبوا كل روح رياضيه. وعلى حساب هاد النتيجه هذه فالمغرب تأهل كثاني المجموعه، وكولومبيا هي متصدره المجموعه. كولومبيا غادي تلعب ضد جامايكا في دور 16، بينما المغرب غادي يواجه فرنسا بقياده هيرفي رينار نهار 8 في شهر 8 ان شاء الله. بالنسبه للمنتخبات الافريقيه الاخرى اللي تأهلوا اللي هما جنوب افريقيا ونيجيريا، فجنوب افريقيا غادي تلعب مع هولندا، ونيجيريا غادي تلعب مع منتخب انجلترا. فكنتمنى التوفيق لجميع المنتخبات الافريقيه عامه والمنتخب المغربي خاصه. فان شاء الله كنتمنى لهم التوفيق قدام فرنسا وانهم يكملوا في صناعه التاريخ. فشكرا بزاف لهاد البنات هادو على القتاليه ديالهم، شكرا بزاف للمدرب والفريق التقني اللي خدم معاهم، شكرا بزاف لهاد الناس هادو. فهادشي اللي كاين في حلقه اليوم. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه، وان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات اخرين جايين، فنشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.